السلام عليكم ليكيب، وين ما كنتم ان شاء الله تكونوا بخير وبالصحة والعافية ان شاء الله. جبت لكم اليوم البقلاوة، بقلاوة جزائرية على طريقة سورية اللي سقسيتوني عليها بزاف في تيك توك وقلتوا لي اعطينا الوصفة. مالا نروحوا نشوفوا واش كاين في الوصفة. دائما مع قاطو الجروة بنت زمان. نقولوا بسم الله. عندنا 4 كيلات فارينة، هنا درت ديجا 3 كيلات ونزيد الكيلة الرابعة. وكيفاش نعرف شحال ندير الفارينة على السنيوة اللي راح نخدم بها؟ انا راح نخدم بسنيوة 30 سنتيمتر على 40 سنتيمتر، حب يقول نضرب الطول في العرض والناتج هو الكيلوغرام تاع الفارينة واللوز وحتى العسل. ونزيد ندير لافاني حوالي 2 مغارف. ونزيد نضيف ربع الكيلو فقط تاع سمن او دهان. ونزيد قرصة تاع الملح مليحة شوية ماشي قرصة صغيرة. ونطمها بالماء. ندوب شوية ملح اللي درت عليه الماء ونكمل نخلط. نزيد نضيف الماء غير بالعقل ونكمل نعجن. هنا العجينة لازم تكون طرية ماشي يابسة، طرية ومع اللي ترتاح راح زيد تسلق روحها. ونكمل نقول لكم على الفارينة. الناتج اللي تلقاوه تقسموه على 4. كيما أنا دارت لي 1200 غرام فارينة، نقدر ندير 1000 غرام يعني كيلو برك، ونحي هاديك 200 غرام. هنا العجينة راهي انطمت طرية، نروح نوزنها كومبلي والناتج نقسمه على 12، وتقدروا تقسموه على 14. انا راح ندير 6 طبقات من التحت و6 طبقات من الفوق، ما لا راح نقسمها على 12. نفاصونيهم دوائر ونديرهم في كيس بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا أقل مدة نصف ساعة، وقد ما ترتاح تعطينا الطوع في الخدمة وتجينا العجينة مليحة. بعد ما ارتاحت العجينة نبداو في الخدمة. ناخد 6 الأولين ونجيب المايزينا وناخد بالوحدة ونرش بالخفيف المايزينا ونحل بالحلة. هنا نحلها فقط مستطيل قيس ما تقدر تفوت في ماشينة البقلاوة. هكذا نوجدهم كامل ونحط وحدة فوق وحدة وبيناتهم شوية مايزينا باش ما يلصقولناش. هنا تالمو ارتاحت العجينة، لصقت بصح ماشي مشكل، يعني كي تطيحوا في هذا الموقف عاودوا فتحوهم عادي. ونكمل الطبقات ونحاول ندير العرض على حساب الماشينة البقلاوة باش تعاوني في الخدمة.
نحط المايزينا في بلان دو طرافاي ولا طاولة العمل ونروح نحل بالوحدة في الماشينة البقلاوة على الرقم 5. أنا هذه هي طريقتي باش نسهل على روحي الخدمة والنتيجة تكون ولا أروع، خير من نحل باليد برك. هكذا كيما راه موضح في الصورة، وندير المايزينا بين الطبقات ما عدا الطبقة الأخيرة ما نديرلهاش. ومن بعد نجيب الحلال ونبدأ نعرض فيها كيما راه موضح، نطلع ونهبط، نبدأ من الوسط للفوق ومن الوسط للتحت حتى توصل لي للقيس السنيوة وشوية زيادة. هكذا وبالحلال نرفد العجينة ونحطها فوق سنيوة مدهونة بسمن، ما تنساوش تدهنوها بسمن، ونرخفها للداخل في الطرف باش ما تجيناش مزيرة، والحبات يقعدوا هما كيما راهم موضح. وبعد ما كملت هذه المرحلة نروح نحضر الكاوكاو تاعي، أكيد نكون رحيته من قبل ونرحيه خشين، والرقيق اللي يجي معاه نخليه ما نحيش بلا ما نغربلو، نستعملو كيما راه. عندي 1200 غرام كاوكاو، يعني كيلو و200 غرام كاوكاو منقي ماشي محمص، نستعملو كيما راه وما نحمصوش، ونضيف 400 غرام سكر ولافاني باش الكاوكاو ما يجيش يابس ويجي طري كلي خدمتوه باللوز. نخلط النواشف وفي بول ندير شوية مزهر ونضيف له شوية عطر اللوز ونخلطه معاه، خير ما نديرو وحده، باسكو لو كان ندير عطر اللوز وحده في الكاوكاو ما راحش يتمشى في كامل الكاوكاو. ونكمل نرش بالمزهر كما قلت، ونفتل الكاوكاو برك ما نعجنوش، وما لازمش نشمخوه بزاف، غير قيس ما يتفتل برك كيما راهو موضح. بعد ما وجدت عقدة الكاوكاو نروح نجيب سنيوة ونحط فيها الحشو بالكاوكاو، وغير بالأصابع نسويه، ونحاول نخليه على نيفو واحد بلا ما ندكسو ولا نعبزو. هكذا نروح نخليه في جهة ونروح نحضر الطبقة العلوية للبقلاوة بنفس الطريقة الأولى، نعاون بالحلال ومن بعد نجوزهم في الماشينة البقلاوة في الرقم 5.
هكذا طبقة فوق طبقة بيناتهم المايزينا، بلا ما ننسى الطبقة الأخيرة منحاول ما نديرلهاش المايزينا من فوق كيما راهو موضح. وبنفس الطريقة نحل بالحلال للفوق وللتحت، ونجيب سنيوة ونقيس عليها، وندور العجينة على الحلال باش نرفدها ونحطها بسنيوة، ونغطي بها الحشو الكاوكاو من الفوق. وهنا بالبانسو ناشف ولا بابي سويتو نسي نحي المايزينا الزايدة اللي من الفوق كيما راه موضح بلا ما نعبص، ونحي الطرف العجينة بالحلال بهذه الطريقة. هاد البقلاوة فيها بقايا العجينة، نقدروا نستعملوها في الصامصة ونعاودوا بك نعجنوها بالماء ونخلوها ترتاح ونخدموا بها عادي. ومن بعد نجيب طابع كاري مربع ونطراسي برك من الفوق نعلم كيما راهو موضح. ونطراسي كامل البقلاوة، ومن بعد نجيب الموس ونقطع كامل حبات البقلاوة مليح، ونوصل الموس للتحت ماشي غير نقطع من الفوق. وهنا خلاص بعد ما قطعتها نجي نضيف عليها سمن الدايب. انا عندي حوالي 600 غرام، راح ندير كامل كيما راكم تشوفوا، راني ندير سمن بالغراف ماشي نمشي بالبانسو. وهذه هي هاد البقلاوة تتشرب مليح من الفوق على خطرة، يعني هاد البقلاوة تحب تطيب في السمن بزيادة. نكمل ندهنها بسمن وندخلها الطيب. إذا كان عندكم فور فونتيلي طيبوها من 180 درجة حتى 200 درجة، بصح أنا راح نطيبها في فرن تلمسان نشعل عليها من الفوق ومن التحت على نار متوسطة، وراح تشدلي وقت حوالي 40 دقيقة. وهايليك البقلاوة بعد ما طابت حمراء ومليحة، ونعسلها مباشرة بعسل ثقيل بدون إضافات، حوالي 1 كيلو عسل وزيادة. هاد العسل صنع منزلي، راني حطيت كيفاش نخدمو في فيديوهات سابقة، اللي ما شافش يروح يشوفه.
هكذا نعسلها ونخليها ترتاح ليلة كاملة. شوفوا كيفاش جات طايبة والكاوكاو مخرجش وماشي محروق. هاي لك حبة بقلاوة. انا زينت البقلاوة بشوية كاوكاو ملون كلي بيستاش. وشوفوا الكاوكاو جا ابيض وطري تقول مخدومة باللوز ماشي بالكاوكاو. نطلب تجربوها راح تعجبكم. ومن هنا نقول خلي طيابك ديما في القمة وبالشان والهمة، فضلا وليس أمرا. دعمي في القناة بالإعجاب والاشتراك، ومني الوصفات الجيدة لتوالم مقامكم. قاطوا الجروة بنت زمان. في أمان الله، والسلام.